السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أخوكم علاء سليم. أنا هبدأ كلامي في الفيديو دوت عن نادي الزمالك ومباراة نادي اتحاد العاصمة الجزائري اللي نادي الزمالك راح لعبها هناك. المباراة اللي المفروض نادي الزمالك كان جه كسبان من هناك. أنا كراجل أهلاوي كنت فعلا بشجع نادي الزمالك وكنت بتمنى إن نادي الزمالك يجي كسبان من هناك، وده لأن فعلا أنا عايز نادي الزمالك ياخد الكونفدرالية السنة دي، لأن أنا فعلا في كلام بيقول إن هي بقت ب4 مليون دولار. البطل بتاع البطولة دي هياخد 4 مليون دولار، ونادي الزمالك محتاج المبلغ دوت فعلا يخش خزنته عشان يعمل له انتعاشة. فنادي الزمالك كان الطبيعي يعني ككرويا، مش تمني، كرويا نادي الزمالك كان يكسب المباراة دي هناك مستريح 3-0 او 2-0 اقل حاجة. نادي الزمالك كان فرقة تقيلة جدا هناك، كان بتلعب فعلا فرقة يعني فعلا من اقوى الفرق العربية ومن اقوى الفرق الافريقية نادي الزمالك، والبطولة دي هو متمرس عليها بياخدها عادي. فانا كنت منتظر ان هو يكسب المباراة اللي هناك، ولكن يعني شيكو بنزا كان يأبى دون ذلك. شيكو بنزا ضيع مجهود زمايله ب3 أو 4 فرص جمله. الطبيعي ان كان سجل على الاقل فرصتين، ولكن هو ما سجلش حاجة. شيكو بنزا لازم نقر ونعترف ان هو لعيب سريع. شيكو بنزا لعيب سريع، نعترف ونقر ان شيكو بنزا لعيب يعرف يعدي من 1 و2 بسرعته. شيكو بنزا يعرف يعدي من 1 و2 بسرعته. طب شيكو بنزا بيعرف يفنش على الجون؟ لا، شيكو بنزا ما بيعرفش يفنش على الجون. شيكو بنزا ممكن يضيع مجهود الفريق كله طولة مباراة 90 دقيقة ويجيله 3 4 فرص ما يعرفش يخلص منهم فرصة واحدة يجيب جون يخلص الماتش. ما يعرفش يجيب الجون دوت، حتى لو قدامه الجون ما يعرفش يجيبه، ودي مشكلة. لعيب سريع، نعترف ان شيكو بنزا لعيب سريع، لعيب يعرف يعدي مهاري، يعرف يعدي بسرعته. لعيب مهاري يعرف يعدي بسرعته، لكن لعيب يخلص قدام الجون لا. شيكو بنزا لعيب ما يعرفش يخلص قدام الجون، ودي مشكلته. دي مشكلة شيكو بنزا. يعني شيكو بنزا لاعب مزاجنجي، ممكن ماتش يديك أداء 10/10 ويصنع فرص لزمايله أداء 10/10، وتلاقي ماتش تاني تلاقيه مش موجود. تلاقي في ماتش تاني يلعب شوط تلاقيه 10/10، وتلاقي الشوط التاني تلاقيه مش موجود. تحس ان فريق نادي الزمالك بيلعب ب10 لعيبه، ما بيلعبش ب11 لاعب. فشيكو بنزا لازم يشتغل على نفسه قدام الجون، يشتغل على نفسه، لان في مباريات بتبقى نادي الزمالك او النادي الاهلي بيبقى مستني ربع فرصة عشان يسجل هدف، فما يجيلكش 3 4 فرص ما تعرفش تسجل منهم ولا هدف. فلا، انت لاعب محترف، انت لاعب محترف، يعني انت جاي تعمل الفرق، جاي تعمل فرق. سواء كان نادي الزمالك او نادي الاهلي، اي لعيب بيجي محترف فانت جاي راجل تعمل الفرق. احنا جايبين محترف لان المحترف اللي جايبينه في المكان ده مفيش محلي زيه، مفيش لاعب محلي زيه، لان لو في لاعب محلي زيه في النادي مش هيجيب محترف يلعبه عليه. طول ما اللاعب المحلي تقيل، اللاعب المصري طول ما هو تقيل في المكان ده، في مكان الجناح مثلا، انا مش هجيب لاعب افريقي او هجيب لاعب محترف العبه في نفس المكان. ما انا عندي لاعب سادد المكان ده خلاص، عندي لاعب واتنين سادين في المكان ده، وتجيب لاعب ليه محترف يجي من بره ياخد مني بالدولار؟ ما انا عندي لعيب سادد في المكان دوت. لكن انا جايبك كلاعب محترف وتاخد مني بالدولار، يبقى انا جايبك لاعب هتديني كل اللي انا عايزه، هتديني كل طاقتك. مش تجري سريع، تعرف تعدي، طب وبعدين الترجمة فين؟ يعني الخلاصة فين؟ استفدنا ايه من بتجري سريع؟ اسف، بتجري سريع وبتعدي، احنا استفدنا ايه؟ فلا، شيكو بنزا لاعب مزاجنجي ولازم يظبط نفسه ويظبط حاله في نادي الزمالك، لان التيشيرت ده تيشيرت تقيل. انا كراجل اهلاوي فعلا انا يعني انا نفسي الاهلي ياخد الدوري السنه دي. وعلى فكره الدوري لسه في الملعب، يعني الزمالك 53 نقطه، بيراميدز التاني 51 نقطه، الاهلي التالت 50 نقطه. طب تخيلوا مباراه الزمالك قدام سيراميكا لو الزمالك خسر مثلا، الزمالك اتجمد على 53 نقطه. طيب بيراميدز لو اتعادل هيبقى 52 نقطة. طب هنفترض الاهلي كسب، يبقى الاهلي وصل 53 نقطة مع الزمالك، الاهلي ياخد الدوري بالمواجهات المباشرة مع الزمالك. فالدوري لسه في الملعب، هو ليه سيناريو كده يمشي لو مشي زي ما انا ما قلت الدوري بتاع الاهلي ما مشيش زي ما انا. الزمالك يكفي التعادل، عامة الزمالك يكفي التعادل، يعني حتى الزمالك لو اتعادل وصل ل 54 نقطة، وبيراميدز كسب ووصل لل 54 نقطة،
برضه الزمالك ياخد الدوري بالمواجهات المباشره بينه وبين بيراميدز، رغم ان الفرقتين كل واحد 54 نقطه، كل واحد فيهم 54 نقطه، لكن الزمالك ياخد الدوري بالمواجهات المباشره. لكن الاهلي لازم يكسب المباراه اللي جايه يوصل ل 53 نقطه ويستنى نتائجهم بقى، نشوف النتائج بتاعتهم. بيراميدز بقى يمكن يتعادل، والزمالك يمكن يخسر من سيراميكا، سيراميكا فرقه تقيله، الله اعلم. انا بتمنى طبعا الدوري يروح للاهلي. انا كراجل اهلاوي اتمنى الدوري يروح للاهلي ما يروحش للزمالك. الاهلي ما بيلعبش في الكونفدراليه، اتمنى الزمالك فعلا ياخد الكونفدراليه، لان البطوله ديت اصلا الاهلي ملوش فيها. الاهلي بيروح يلعب في دوري ابطال افريقيا، البطوله الاعظم والبطوله الام، بيروح يلعب في دوري ابطال افريقيا. الزمالك بيروح بقاله كذا سنه بيروح يلعب في الكونفدراليه، فهو متمرس على البطوله ديت، فخلاص ربنا يوفقه وياخد البطوله دي ان شاء الله من اتحاد العاصمه الجزائري. وانا بتمنى فعلا في مباراه العوده اللي هتتلعب هنا في مصر يوم السبت ان شاء الله، بتمنى والله فعلا من قلبي بكل سلكان من جوايا، بتمنى ان نادي الزمالك يكسب اتحاد العاصمه الجزائري وياخد البطوله الكونفدراليه. وبتمنى ان الزمالك، عشان ابقى منصف برضه في كلامي، اتمنى ان الزمالك يخسر قدام سيراميكا ويتعمل سيناريو بقى من اول وجديد، والاهلي يكسب ويوصل لل 53 نقطه، وبيراميدز يتعادل ان شاء الله، وساعتها الدوري يكون اهلاوي باذن الله تعالى. فالواحد طبعا هو ربنا عامه يوفق الجميع ان شاء الله. ان شاء الله الزمالك ياخد الكونفدراليه، وان شاء الله الاهلي ياخد الدوري المصري، لان الدوري لسه في الملعب، وان شاء الله في سيناريو لو دار، السيناريو اللي انا قلته لو دار، الاهلي هياخد الدوري. وبس ده بالنسبه لي هيبقى احسن دوري الاهلي خده في اخر 25 سنه لو مشي بالطريقه دي، لان فعلا ده افضل دوري عن نفسي انا اتفرجت عليه من 20 سنه فاتوا. فعلا الدوري شغال لحد اخر مباراه، لحد اخر مباراه لسه في منافسه ومش عارفين مين اللي خد الدوري. فالكلام ده انا ما شفتوش من زمان الصراحه، وما شفتش القوه في المنافسه. هو الاهلي فاق في الاخر، الاهلي فاق في اخر الدوري، ما فاقش قبل كده، فاق قدام الزمالك وبعد كده انبي. لسه هنشوف المباراه الجايه بقى الاهلي هيعمل فيها ايه، ربنا يوفقه. لكن الاهلي لو كان اشتغل الشغل ده من اول الدوري، الشغل اللي عمله في مباراه نادي الزمالك وعمله في مباراه انبي، كان زمان الاهلي بعيد دلوقتي ب 20 نقطه ولا 15 نقطه يعني اقل حاجه، كان زمانه حاسمه من بدري يعني. بس خير خير، حتى الاهلي لو ما خدش الدوري السنه دي، يعني حتى هنفترض ان الاهلي ما خدش الدوري السنه دي، فان شاء الله الاربع خمس مواسم اللي جايين هو بتاع الاهلي. هو الاهلي معودنا يعني دوري ابطال افريقيا يطلع منها اتنين ورا بعض ياخدهم، الدوري يروح منه اربع خمس سنين ياخد فيهم الدوري بعد كده. فاحنا متعودين كده، لازم يخفق عشان بعد كده يفوق ويقوم ويدوس على اي حد بعد كده، يدوس عليه كوره يعني، يدوس عليه كرويا. فانا خلصت كلامي عن موضوع نادي الزمالك اللي انا كنت عايز اقوله عن مباراه اتحاد العاصمه الجزائري. انا فعلا بتمنى التوفيق من كل قلب لنادي الزمالك انه ياخد البطوله دي فعلا، وربنا يوفقه، وباذن الله يرفع كاس البطوله ديت وياخد المكافاه اللي هي ال4 مليون دولار. ويا رب الكلام ده يكون صحيح ان المكافاه اترفعت ل4 مليون دولار، فربنا يوفق الزمالك ان شاء الله. ونروح لاخبار النادي الاهلي. ادم وطني وكيل اعمال اللاعب امام عاشور اكد ان الموسم دوت لامام عاشور اخر موسم مع النادي الاهلي، يعني ده اخر صيف لامام عاشور مع النادي الاهلي. طب ليه ادم وطني؟ واكد ان في اتفاق على ده. ليه ادم وطني اختار الوقت ده بالذات؟ لانه عارف ان النادي الاهلي كان بيدرس ملفات 4 لعيبه، وما زال النادي الاهلي بيدرس الملفات بتاعتهم، ويمكن في 2 من ال4 لعيبه دولت الاهلي لغى دراسه ملفهم وهيكملوا مع النادي الاهلي. ال4 لعيبه دولت كان احمد السيد زيزو، وكان امام عاشور، وكان اشرف بن شرقي، وكان محمود حسن تريزيجيه. ولكن بعد مباراة انبي ومباراة الزمالك اللي النادي الاهلي كسبهم في كل مباراة 3-0، النادي الاهلي قرر البقاء على محمود حسن تريزيجيه وقرر البقاء على اشرف بن شرقي. اما امام عاشور واحمد السيد زيزو لسه الاهلي بيدرس ملفاتهم. بس برضو ما تنساش ان احمد السيد زيزو هو جاي لك ببلاش، مش جاي لك انت مش دافع فيه فلوس، هو جاي لك ببلاش، وده سر بقائه لحد دلوقتي في النادي الاهلي. وصراحة امام عاشور واحمد السيد زيزو من ساعة ما جم النادي الاهلي وفعلا هم ما قدموش اي حاجة،
يعني المفروض ان هم كانوا جايين لعيبه بروفيشنال وجايين حاجه سوبر، لكن حقيقي لحد دلوقتي جماهير النادي الاهلي والنادي الاهلي ما شافوش حاجه ولا من زيزو ولا من امام عاشور، وانا ما اعرفش ليه او ايه الحكمه، رغم ان هم كانوا شغالين في، كانت المكنه بتاعتهم بتطلع قماش في الزمالك. ما اعرفش جم الاهلي ايه اللي حصل لهم. فهل هم مكملين الموسم اللي جاي مع النادي الاهلي ولا هيكونوا مع الناس اللي هترحل؟ والنادي الاهلي اكد لامام عاشور انه لن يتفاوض مع ادم وطني، ولكن امام عاشور اصر ان التفاوض يكون مع ادم وطني وكيل اعماله. فالاهلي قال لامام عاشور عندك عرض مناسب للنادي الاهلي، هات العرض وارحل. ونروح لحسين الشحات. حسين الشحات هيكمل مع النادي الاهلي ان شاء الله. الاهلي خد قرار بتجديد عقد حسين الشحات لمدة موسمين، وكان حسين الشحات كان يطمع ان هو يتعمل له عقد من الفئة الاولى الممتازة للاعيبة الفئة الاولى في النادي الاهلي، وكان يتعمل له عقد، كان بيتمنى يتعمل له عقد بقيمة 18 مليون جنيه، ويتعمل له عقود رعاية. طبعا عقد الرعاية او عقد الاعلانات، العقد بيبقى متفاوت حسب الطلب وحسب الاعلانات. فهو لو قلنا مينيمم ان هو عقد الاعلانات يعمل له 12 مليون في الموسم، زائد ان عقده كلاعب 18 مليون، حسين الشحات يوصل ل 30 مليون، وهو ده الرقم المطلوب. حسين الشحات لو تم الاتفاق على انه ياخد 30 مليون في الموسم، حسين الشحات ان شاء الله هيعمل عقد مع النادي الاهلي لمدة موسمين. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. بتمنى ان شاء الله الحظ يكون حليف الاهلي وياخد الدوري الموسم ده. ولو وصلتوا معايا لحد النقطة دي في الفيديو، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتدعمونا بلايك. وكان معاكم اخوكم علاء سليم. دمتم في حفظ الله.